أول ما نبدأ كلام نبدأ بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن أصناف وأجمل أصناف وألذ أصناف للعزومات وللبيت، ورجاء مني تسمعي الفيديو للآخر، هتستفادي كتير. وكل وصفة متقدمة في الفيديو في آخرها حاجة بسيطة هي اللي بتنجح الوصفة، وهي اللي بتوصل الوصفة لأعلى طعم أو أعلى نجاح فيها. فرجاء كل وصفة اسمعي تفاصيلها واسمعيها للآخر، بلاش ان احنا نخرج من الفيديو من غير ما نسمع كل وصفة للآخر، هتستفيدي كتير جدا. انا عارفة ان كلكم شطار وكلكم بتعملوا الحاجات دي اجمل واجمل واجمل كمان. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وربنا يسعدكم ويسعد اولادكم ويفرحكم، اللهم امين. ندخل الفيديو كده، نعمل اشتراك ونعمل لايك ونبعت تعليق حلو ونصلي على سيدنا محمد ونشكر الله. معايا اول حاجة في الفيديو النهاردة او اول وصفة في الفيديو النهاردة ديت الكفتة. اللحمة ديت انا مسكتها قطعتها قطع صغيرة وبعدين فرمتها في الكبة فرم كويس. ودي المكونات بتاعتنا، ده فلفل احمر متفرز، واللي انا وريتلكوا ده برضو كان توم متفرز، ودوت بصل، والجزء بتاع البقدونس ان احنا هناخد الورقة الورانية دي بس نحطها. الجزء بتاع البقدونس، ايوه اللي هو الجزء ده وانا بشاور لكم كده عليه. هنبدأ كده ان احنا نضرب البصل الاول مع الفلفل، وبعد كده نحط عليه البقدونس والثوم محطوط عليهم برضو. وهنرجع بعد كده نفضي المكونات ديت على اللحمة على طول. احنا كده ما صفناش البصل وما صفناش اي حاجة من الخضار بتاعنا ده، ولا من البصل ولا الفلفل ولا اي حاجة، رغم ان الفلفل كمان كان متفرز وكان فيه تلج. دلوقتي معانا البرغل، اديته المطحنة بتاعت الخلاط الصغيرة دي، اديته لفة فيها كده ان هو ناعم شوية زي ما انتم شايفين كده. هو مش ناعم قوي بس يعني ناعم شوية. وهنبدأ ان احنا نضيف البرغل ناشف زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما شاء الله، الله اكبر. اسمعي بقى للاخر الوصفة عشان في معلقة في الاخر هي اللي بتنجح الكفتة بالطريقة دي. هنا احنا حطينا كمان معلقتين نشا. على فكرة البرغل كوباية برغل صغيرة للكيلو اللحمة، دول 2 كيلو لحمة. هنا حطينا معلقتين نشا ودي معلقة دقيق، معلقتين نشا ومعلقة دقيق. دي بقى توابل كفتة بتجيبيها من عند العطار، توابل كفتة بتقولوا ما انا بجيب بركنها في البيت عموما يعني. بتقولوا انا عاوزة مثلا ب10 ب5، عاوزة الكيلو كفتة، عاوزة نص كيلو كفتة، ربع كيلو كفتة، وتبداي بقى ان انت ايه تعملي اللي انت عاوزاه وتبقى موجودة عندك في البيت. دي بابريكا، وحطينا كمان سنة شطة، ده جنزبيل، طبعا انتوا عارفين ان المشويات لازمها جنزبيل. دي الشطة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى الملح. الملح ده يا جماعة ملح بتوابل، ملح عليه بهارات اصلا، ملح متبل انا عاملاه جاهز، بحتاج احط الاكل بحط منه. دي بقى معلقة اللي انا بقول لكم عليها، وهي معلقة البودر، بيكنج باودر، تحطيها على على المقدار بتاعك. بتخلي الكفتة هشة وبتخليها جميلة جدا من جوه، وبتساعدنا على السوا بسرعة. نسيت اقول لكم كمان ال2 كيلو لحمة احنا ضايفين عليهم حوالي 100 جرام دهن، او 150 بالظبط، 150 جرام من الدهن. الدهن برضو بيديها طعم وبيديها لذاذة، وفي السوا بيديها ريحة وبيديها طراوة وبيديها اللون اللي بيلمع. الدهن كويس جدا، وبعدين ما تقلقوش منه في الاكل لانه هو كده كده بيتحول كسائل في قلب الفرن، فبينزل تحتها كده يعني تحت الكفتة، وحتى بيساعدها على السوا. لكن الكفتة بتبقى خالية منه، يعني ساعة الأكل الكفتة بتبقى خالية من الدهن، أو النسبة اللي موجودة في الكفتة بتبقى نسبة الدهن اللي موجودة في الكفتة بتبقى نسبة ضعيفة جدا. هنا أنا حاولت أعملها على إيدي كذا مرة زي ما انتم ما شايفين، ممكن تكملي عمايل على إيدك، هي فعلا بدأت إنها تتجانس كده مع بعضها، وبدأت إنها تعمل خيوط.
لكن انا برضو خدتها عملتها في الكبة قطعة صغيرة بقطعة صغيرة. الكبة هنا يعني مكانها الحاجات اللي احنا لسه عاملينها، الخضار اللي احنا لسه منزلين منه، يعني هي نظيفة، مش ما فيهاش اي حاجة. طبعا لما تعمل معاكي الخيوط الجميلة دي كده تبقى هي كده تمام وناجحة ومية مية. لا اله الا الله، ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. في الخطوة بقى اللي بعد كده ندخلها التلاجة، لان التلاجة انا بصراحة دخلتها الفريزر كمان، مش التلاجة، سبتها ساعتين في الفريزر، تخليها متماسكة جدا بقى لما نيجي ان احنا ايه نصبعها. خدت ساعتين في الفريزر كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وبدأنا نجيب العصيان بتاعة الشيش دي، او ممكن نقول عليها سلكات السان الكبيرة دي. نحط عليها ده زيت، ودهنا الصينية نفسها زيت. طب ليه زيت؟ الزيت بيسهل وانت بتشدي من عليه اللحمة، بيسهل معاكي انها تنزل معاكي، لان هي كانت دخلت في مرحلة تجميد، لان كانت في الفريزر زي ما قلت لحضراتكم من شوية. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم بارك، ما شاء الله الله اكبر، ما شاء الله الله اكبر. زي ما انت ما شايفة كده، عملنا مرة ودي المرة التانية. نضغط كده على الشيش، ما حطيناش بقى له تاني مادة دهنية. عاوزة تزودي الصابع او تصغري، ده طبعا براحتك وبكيفك، وحسب عدد الافراد اللي عندك وحسب اولادك وربنا يديمها نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال، ويديمها علينا احنا وانتو، ويبارك لنا في حياتنا احنا وانتو، ويبارك في كل نعمة موجودة عندنا وعند عيالنا من صحة ومن كل حاجة. بصراحة ربنا مديها لنا، مهما عدينا مش هنعرف نعد نعم ربنا علينا بصراحة. نعم ربنا علينا لا تحصى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم بارك. بصوا جميلة ازاي، متماسكة ازاي، عاملة ازاي. ده نجاح الكفتة. يعني بصوا التفاصيل بتاعتها ناجحة جدا 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 جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك. الله أكبر، اللهم بارك. شفتوا الجمال بقى بتاعها؟ طبعا هي لسه طبعا مش هتخش دلوقتي الفرن، ان لسه عندنا وصفات كتير عبال ما نبدأ ان احنا نخش الفرن. بس انا عملتها ودخلتها الفريزر دلوقتي، يعني بعد كده دخلتها الفريزر. انا ما سويتهاش على طول، فعشان اركنها لازما ان انا ادخلها يا الفريزر يا التلاجة. بس الفريزر عندي كان افضل، لان في اليوم ده كان الجو حر جدا. هنا بقى بنجهز محلول ملح كده، ملح ودقيق وجنزبيل، والجنزبيل ضروري، ممكن تحط قرفة برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. وليمون. ونبدأ ان احنا نحط فيها البط والفراخ اللي احنا هنعملهم اصناف جنب الكفتة النهاردة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم بارك، ما شاء الله الله اكبر. بصوا كده. طبعا انتوا مش هتنسوني في اللايك طبعا يعني، وطبعا انتوا كل الحاجات دي انتوا عارفينها، بس يعني انا بحاول. فربنا يكبر بخاطري وخاطركم ان شاء الله باذن الله. هنا بقى بدأنا ان احنا نعمل الخلطة عشان هنحشي البط وهنحشي الفراخ اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي، اللي احنا حاطينها في محلول الملح. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا المادة الدهنية بتاعتنا وخرطنا الكبد والقوانص ونزلنا بيها وسبناها اتشوحت كويس وما قلبناهاش لما بدأت انها تحمر. وبعد كده قلبنا على الاتجاه التاني وضفنا عليهم بصلاية زي ما حضراتكم مش شايفين كده، بصلاية صغيرة جدا. وبدأنا ان احنا نشوح فيها معاهم، ان هم يعني بحيث ان هم يبقوا واخدين نص سوا كده. اللهم بارك. دي توم متفرز اهوت، لان احنا دلوقتي التوم الجديد كان بدأ ينزل، انا لسه بخرج في اول حاجة في التوم المتفرز كمان. دول حوالي كوباية رز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونبدأ بقى ان احنا نتبل ونشوح الرز ده كويس. ولو الحاجة اللي هتتعمل بالرز ديت مش هتاخد سوا، الرز المفروض تديه نص سوا، نص تسوية، يعني تزيديه بمرقة او بمية ويبقى نص تسوية. لكن احنا النهاردة عشان حجم البطاية معانا كبير وحجم الفرخة كبير، فما سويناهوش، فكانت فرصته ان هو يستوي. اللهم صل على سيدنا محمد داخل البطة او الفرخة.
سبناها بقى شويه على ما الرز ما يبرد، الخلطه بتاعتنا تبرد. وكمان خرجنا الطيور، البطه والفرخه من محلول الملح، وحطيناهم يتصفوا. بدأنا هنا ان احنا نعمل الخلطه بتاعه الفراخ المشويه او التتبيله للفراخ المشويه. معرفش هي الصلصه غامقه لي في الكاميرا، لكن الصلصه دي صلصه كويسه جدا على فكره. حطينا لبن وضربنا في المفرمة بصلاية وعليها فلفل أحمر برضو متفرز، وحطينا كوباية لبن، وحطينا معلقة سكر جلوكوز، ده بدل العسل. لو عندك عسل حطي عسل. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي توابل فراخ. وحطينا برضو جنزبيل، وحطينا ملح، واللهم صل على النبي حطينا زيت تقريبا بتاع كوباية زيت. طبعا كل المقادير اللي حضراتكم عاوزينها هتلاقوها في صندوق الوصف، مكتوبة بالتفصيل اكتر كمان من اللي انا بقوله طبعا بجانب الفيديو. صندوق الوصف هيبقى فيه كل التفاصيل اللي حضراتكم عاوزينها. ولو عاوزين دلوقتي احنا مثلا عملنا 3 فراخ متبلين وشويناهم. لو عاوزين اعمل لكم مقدار فرخة واحدة، ممكن حضراتكم تكتبوا في التعليق وانا انزلها لحضراتكم او ارد عليكم في التعليقات. اللهم صل وسلم وزد وبارك. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الطعامه، ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. زي ما حضراتكم ما شايفين كده، حاجه ما فيش بعد كده. ربنا يهنيكم ويسعدكم ويديمها علينا وعليكم نعمه يا رب. ربنا يكبر بخاطرنا ويكبر بخاطركم ويوصلكم لقمه السعاده والهم. هنا بدأنا ان احنا نحشي البطة. استني ما تطلعيش في تفاصيل كتيرة دلوقتي هنعملها مع البطة والفرخة المحشيين دول. يا ريت ما تطلعيش، ويا ريت تعملي لايك للفيديو علشان ينتشر. ويا ريت لو في حد عزيز عليكي وكان نفسه ان هو يشوف الطريقة ديت تبعتله الفيديو. وهنا بدأنا ان احنا حشيناها كده، وبدأنا ان احنا نقفلها بنفس عصيان الشيش اللي كانت معانا. كسرت واحدة منهم 2 كده، وعملت واحدة للبطة وواحدة للفرخة. بس بقى بصوا التركة اللي جاية ديت، احنا هنحطها في كيس حراري. كيس الحراري هنحط معاه بصل وثوم، لا يا ربي بصل وطماطم. بس مش هدخلها تستوي في الفرن، لا انا هحطها في ميه مغليه متبله. ازني هسلق البطه عادي جدا 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 جدا. بس الكيس الحراري هنا فادني في حاجات كتير. انا كنت بحاول اقفله كده ونسيت خالص ان انا لسه ما كملتش يعني، ومحطتش بقيه التوابل، وان هو كمان ليه رباط. يعني هو رمضان برضو يعني بيبقى ليه شوية كده تأثيرات برضو يعني على الناس، او انت بيبقى مثلا عندك كذا حاجة بتعمليها فبتتوهي شوية. فربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم يا رب. وربنا يكبر بخاطرنا وخاطركم ويخلي لنا عيالنا وعيالكم ويفرح الجميع ويسعدهم. بعد ما حطيته في الكيس الحراري، بدأت ان انا اخرم الكيس الحراري كده، اعمل فيه فتحات. وهنا الفرخة كمان حشيناها، وبدأنا برضو ان احنا نقفلها. هتشوفوا دلوقتي معايا التسوية في المرقة، وتشوفوا برضو تحميرهم لما حمرناهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قبل ما بنيجي نحمرها بعد ما بتستوي كويس ونشيلها من الكيس، بنبدأ ان احنا نجيب معلقتين صلصة، ممكن زيت او سمنة عليهم، فلفل اسمر، ملح، حاجات بسيطة جدا. وممكن كمان انك ممكن كمان تحتاجي معلقة او 2 مية او مرقة من المرقة بتاعتها، وتفكي الصلصة كويس، وتبدأي ان انت تدهني البطة والفرخة كويس جدا بالصلصة. وبعد كده بتدخليهم الفرن على اتجاهات يعني. الاتجاه دوت استوى اتحمر، بتبدأي ان انت تضيريها بقى كده اتجاهات لحد ما تديكي الالوان التحفة الجميلة اللي بتوصل لها، بتبقى شكلها جميل جدا وتحفة جدا على الاكل. طبعا بعد ما سقطناها بقى، يعني انت عارفة بيبقى اليوم كده يعني، بيبقى لازم يكون في تعملي حاجة وتسيبها تبرد، تعملي حاجة غيرها، تعملي حاجة تكون بتستوي، تعملي حاجة غيرها. هو لازم كده يعني. هنا حطينا بصل وشوحناه. لا هنا حطينا الاول الفراخ. احنا عاملين ميكس يعني، احنا عملنا ديت التعصيجة بتاعة الجلاش، عاملين ميكس لحمة وفراخ. حطينا الاول الفراخ
خدت تشويحة، لان الفراخ كانت القطعة بتاعتها كبيرة شوية، واللحمة كانت مفرومة قوي. هو المفروض كانت اللحمة اتحطت الاول، لكن القطع الفراخ كانت اكبر، فكانت محتاجة انها تتحط الاول. وبعد كده حطينا عليها الفراخ، وبرضو شوحناهم مع بعض، وبدأنا ان احنا ننزل عليها بالبصل، وبرضو ده توم متفرز وقرن فلفل كده، وبدأنا ان احنا نظبط بهاراتها ونظبط ملحها، وكل حاجة هتلاقوها في صندوق الوصف. ورجاء ما تخرجوش من اي وصفة الا لما تسمعوها للاخر. اكيد ممكن تستفيدوا بحاجة جديدة، او ممكن يكون في حاجة بنعملها غلط واحنا مش عارفينها، فممكن ان احنا نلاقي حاجة نفكر بيها بعضنا، وان احنا يعني انا وانتو نطلع حاجة حلوة وجميلة وتستاهل ان حضراتكم تعملوا لها لايك وتعملوا شير للفيديو، وتخلي الفيديو يترفع. طبعا الكلام ده كله بيكو بحضراتكم، وانا ما اقدرش اعمل الكلام ده من غيركم نهائي نهائي نهائي. اللهم صل على سيدنا محمد. سيحت السمنة عندي، هعمله بسمنة، وبدأت ان انا احط جزء معقول، يمكن يكون زيادة او حضراتكم شفتوه زيادة، بس بينفع قوي في السوا. بيدي جمال وطعم بس ما بيبانش ان هي سمنتها كتير ولا اي حاجة. ونبدأ ان احنا نحط رقات طبعا اللي حضراتكم عارفينها، وندهن سمنة ورقات وندهن سمنة، وده الميكس بتاعنا اهوت. بدأنا كده ان احنا نظبطه في الصينية، ونظبط اموره كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وبدأنا ان احنا نعمل، احنا كان معايا لفتين، لفة حطيتها تحت، واللفة التانية هبدأ ان انا احطها فوق. وطبعا بين كل راق وراق طبعا لازم نحط سمنة او زبدة اللي حضراتكم شايفينه، لكن عشان الامكانيات دلوقتي والحاجة غالية دلوقتي فانا بحط سمنة. وفي انواع سمنة دلوقتي حلوة جدا جدا جدا، بتسد مكان الزبدة، او على الاقل بتديكي روايح الزبدة، بس بتوفر معاكي في الامكانيات او في الفلوس. طبعا هنشيل الجلاش ونيجي بقى دلوقتي نعمل الحركات بتاعة الجلاش. بصي بقى، خليكي معايا في التشريبة بتاعة الجلاش دي، عشان هوريكي حاجة برضو في اخر الوصفة هتظبط معاكي الجلاش جدا، وهتخلي الجلاش يرتفع بمقاس الصينية بالظبط. طبعا احنا الاول تبلناه وحطينا البيض، وحطينا فلفل اسمر وسنة كزبرة. اللهم صل على سيدنا محمد. والملح اللي حطيناه كان ملح بتوابل. دي بقى المعلقة اللي بقول عليها لحضراتكم، او نص معلقة ديت كانت كربونات. لا، اللهم صل على سيدنا محمد، كانت بودر، معلش انا اسفة. المعلقة الاخيرة دي كانت بودر. هتقولي بودر وبيض ولبن، انت بتعملي كيكة؟ لا، انت اعمليها وجربيها مش هتندمي. مضمونة ومتجربة، وطعمها جميل جدا وفوق الخيال، وبتخلي الصينية ترتفع في الفرن أزنها فطير مشلتت. حاجة جميلة جدا جدا جدا، وريحته كانت خطيرة جدا 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 أثناء السوى. ما بالك بقى لما تيجي تاكل الطعامة ديت بعد ما انعملت، حاجة كده فوق الخيال. اللهم بارك اللهم بارك، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اوعوا تنسوني في الاشتراك وفي اللايك. هنا بقى بنبدأ ان احنا نشوي الفراخ اللي حضراتكم شفتوها واحنا بنتبلها. شوينا على الفحم زي ما حضراتكم ما شايفين كده. تسلم الايادي. بص بقى بعد دي الفراخ بعد ما طلعت، والجلاش بعد ما طلع، والعيش ده امرناه كمان على الفراخ. ده الرز البسمتي. انا فعلا ما جبتش طريقه الرز البسمتي، دي الكفته اهي. ما جبتش طريقه الرز البسمتي مع حضراتكم، بس حضراتكم لو عاوزينها انا كنت عاملاه بطريقه جميله جدا جدا جدا. الاكل ده كان احسن كمان من اكل المطاعم، مش عشان انا عاملاه، بس حضراتكم في البيت بتهتمي اكتر. بتعملي حاجه بحب، بتبقي قلقانه الحاجه مثلا ما تعجبش فلان او كده، لكن بتهتمي بزياده. لكن المطاعم هو شغلهم وبيبقى طبعا ربنا يبارك لكل واحد في رزقه يا رب. ومعانا هو الاكل بعد ما اتشطب وهو متقدم. طبعا سلطه الطحينه برضو ما جبناش عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هي والرز. لو حضراتكم عاوزين ممكن تبعتولي في التعليقات، او محشي ورق العنب. انا عاوزه اعمل لكم حلقه محاشي بقى.